تحليل للتحكيم السري لمستر اولمبيا للوزن المفتوح، واقول لكم توقعاتي للتوب اول والتاني والتالت. خليكم معايا. السلام عليكم واهلا بيكم، اتمنى تكونوا بخير ونقول بسم الله ونبدا الفيديو على خير. الوضع الاول هادي شوبان جاي ناشف نشفان مرعب كالعادة. هادي شوبان بعيد عنهم، واندرو جاك جاي السنة دي بمستوى تنشيف جميل جدا مش متعودين عليه. هادي يا جماعة بعيد عنه، بس ممكن السياسة تلعب دور في اللعبة. انا شايف ان هادي بعيد عنهم جدا، لكن السياسة ممكن تلعب دور كبير جدا، فممكن ما ياخدش اللقب. وكمان هادي ممكن ما يكسبوش بسبب الحركة اللي عملها السنة اللي فاتت على المسرح لما قلع الميدالية وساب المسرح ونزل. هادي شوبان بعيد جدا، هادي شوبان جميل بعيد جدا وجميل قوي. واندرو جاك برضو فاجئنا بالمستوى بتاعه، هو اطول واحد في اللاين يعتبر. لا هادي بعيد جدا، هادي بعيد جدا. ونيك ووكر المفاجأة الكبيرة ان هو طلع اصلا بره التوب 5، ما طلعش من التوب 4 اصلا، اللي كان الناس كتير قوي مرشحاه ان هو يبقى صاحب اللقب. طيب توقعاتي انا بقى ايه؟ توقعاتي ان هادي شوبان لو السياسة ما دخلتش ولعبت دورها، هادي شوبان هيعمل اول، اللي هيعمل ورا تاني سامسون داودا، اللي هيعمل ورا تالت ديريك. دول التوب 4 من رأيي انا. هادي شوبان رقم 1 ده لو السياسة ما اتدخلتش، تمام. رقم 2 هيبقى سامسون داودا، رقم 3 هيبقى ديريك. دي توقعاتي، والنهارده بالليل هنعرف النتيجة، وممكن تطلع صح وممكن تطلع غلط، بس ده من رأيي الشخصي وبس. حبيت اشارككم رأيي وبس. لو الفيديو عجبكم اكتبوا لي تحت في التعليقات عايزين نتكلم عن ايه الحلقة اللي جاية وبس. والبرامج المخصصة سايب لك رقمي تحت، والتحولات زي ما انتم شايفين اهي. بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.